السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. تعالوا نشوفوا القمر اللي راح نعملوه ده. احلى صنف راح نعملوه هي الفاصوليا الخضراء. طريقتها وطعمها جميل جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده. خضرها جميل خالص. راح نعملوها بطريقة جديدة وطريقة جميلة جدا راح تعجبك لو كملت الفيديو للآخر. ويلا نسموا بسم الله ونصلوا على الرسول ونبدأ الطريقة على طول. حبيت ان انا احضر الفاصوليا عشان اطولش الفيديو عليكم. زي ما انتم شايفين انا غسلت الفاصوليا بتاعتي حلو، ورحت قطعتها حسب القطاع اللي انت بتحبيه، تكبري الصغار براحتك انت. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليها. بلدي ديت يا جماعة. الفاصوليا بتاعتنا طويلة كده ورفيعة، دي بلدي جميلة جدا ما شاء الله. تلاقيها طويلة كده ورفيعة، دي بلد وتبقى مسكرة جدا وتبقى زي جميلة خالص. اتقطعي صغير اتقطعي كبيرة براحتك انت. الشيل الطروف اللي من فوق دي. طبعا انا هقطع الفاصوليا عشان اطولش الفيديو عليكم. واحضر الحاجات الجميلة اللي راح نحطها في الفاصوليا، وارجع لكم تاني بإذن الله. انا قطعت الفاصوليا بتاعتي وحضرت المكونات زي ما انتم شايفين كده، جميلة جدا. طبعا انا المكونات بتاعتها معايا بصلاية ومقطعها صغير، معايا عصير طماطم كوباية، معايا معلقة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة توم. طريقتها سهلة خالص ومكوناتها بسيطة جدا. ويلا بينا على طول. حطيت هنا معلقة سمنة كبيرة يا جماعة. بعد كده هحط البصلاية حسب الكمية اللي راح تعملها في الفاصوليا. أنا عاملة زي نص كيلو، ممكن انت تعملي كيلو وتكتري شوية في الحاجات الجميلة اللي راح نحطوها زي البصل زي الطماطم، بس أنا عاملة نص كيلو. أحط معلقة صغيرة من الملح. أشوح البصلاية وأخليها كده صفرة، مش هخليها حمرة قوي عشان تبقاش معانا الفاصوليا تقيلة. البصلة معانا صفرت زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. أجيب الحاجات الجميلة اللي زي التوم والبهارات ونروح حطاه فيها عشان ياخد تشويحة، والتوم بتاعنا يبقى لونها أصفر، والبهارات تبقى تاخد تشويحة كده، تخلي الفاصوليا بتاعتنا ريحتها حلوة. زي ما انتوا شايفين كده أنا أقلب حلو عشان التومة تصفر معانا، والبهارات اللي ريحتها تتحمص معانا وتبقى ريحتها جميلة كده. طبعا أنا محضرة الفاصوليا بتاعتي كنت غسلاها قبل ما أقطعها. أنا معايا البصلة صفرت، ما خليتهاش يعني اتحرقت قوي يا جماعة، لازم تخليها صفرة حاجة بسيطة، بس عشان أنا حطيت لها التوابل يمكن لونها غمق شوية، بس أنا مخليها صفرة عشان تبقى معانا الفاصوليا خفيفة. حطيت الفاصوليا بتاعتي وأقلبها حلوة كده زي ما انتوا شايفين، تاخد تقليبة. لسه احنا حطناش الطماطم ولا حطناش الصلصة بتاعتها ولا الشوربة. راح اسيبها زي ربع ساعة تاخد تشويحة مع البصلة ومع البهارات الجميلة، وتستوى على البخار وتنزل ميتها. وبعد كده نروح حاطه لها الشوربة والطماطم. زي ما انتوا شايفين كده انا هغطي عليها واسيبها ربع ساعة وارجع لكم تاني بإذن الله. وخلاص على كده الفاصوليا بتاعتنا استوت ربع سوا، ما شاء الله عليها. زي ما انتم شايفين السبيكة حلو في البصلة وفي الحاجات الجميلة. دلوقتي احنا نروح حط لها كوباية الطماطم بتاعتها وتتسبك حلو بالطماطم. ما شاء الله عليها، ريحتها وطعمها جميل جدا جدا يا جماعة ما شاء الله. ولا تسلقيها ولا أي حاجة، عشان في ناس تقول لك لا ده أنا أسلقها عشان بتجلد من الطماطم. لا، أنا سويتها ربع سوا قبل ما أحط لها الطماطم. طبعا حطيت لها كوباية الطماطم على نص كيلو فاصوليا. حسب الكمية اللي قلت لك اللي بتعمليها، ممكن تعملي كيلو وتعملي نص كيلو براحتك انت. بعد ما حطيت لها كوباية الطماطم، على كده نروح حاطة لها نص كوباية شوربة. عندك شوربة فراخ، شوربة لحمة، أي نوع شوربة جميلة عندك حطيها. طبعا احنا حطينا البهارات الجميلة والثوم. خلاص على كده نسيبوها تتسبك. احط لها نص كوباية شوربة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. وهي مستوية معانا ربع سوا ونغطي عليها تستوى. لو حابة تحطي لها مع الشوربة لحمة بيضة لحمة حمراء وتحطيه تستوى، بيبقى طعمه جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده معانا الفاصوليا استوت وجميلة جدا واتسبكت، طعمها وريحتها خطيرة ما شاء الله عليها.
التوابل والبهارات الجميلة اللي احنا حاطينها بتخلي طعمها جميل جدا ولونها خضرة وجميلة. خلاص على كده خلصنا الفاصوليا الخضرا وغرفناها زي ما انت شايفين كده، الشكل والطعم بيتكلم على نفسه، جميلة جدا جدا. لو مشيت على خطواتي راح تعملي أحلى فاصوليا. من أحلى الأكلات في الشتاء الخضروات الجميلة اللي زي السبانخ ولا الفاصوليا، جميلة جدا من تاكليها في الشتاء ومغذية وزي العسل وطعمها يبقى جميل جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا وعجبتكم الفاصوليا الخضراء. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا حط لي لايك وحط لي اشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.